فلوس معايا يا ابني، خلينا نوري الناس ازاي تعمل احلى طاجن تورلي في البيت ولا اجدعها مطعم. بصوا معايا كده الجمال. بقول لكم ايه، يلا بينا. اول حاجه هنيجي في الحله بتاعتنا نحط معلقه سمنه وبعدين شويه زيت ذره وبعدين نقوم ضايفين عليهم البصله بتاعتنا وبعدين نقوم حاطين فصين توم مهروسين ونقلب كله مع بعض كويس. وبعدين اول ما البصله بتاعتنا تتشوح بالشكل ده هنقوم ضايفين عليهم الخضار بتاعنا. الخضار بتاعنا يكون عباره عن فاصوليا وبسله وجزر ونقلبهم مع بعض كويس. وبعدين نقوم ضايفين بقيه الخضار بتاعنا. الخضار بتاعنا يكون عباره عن بطاطس وكوسه. وبعد ما نضيفهم نحيق الخضار بتاعنا بملح وفلفل اسود وبابريكا ونقوم ضايفين شويه دبس رمان وبعدين نقلبهم مع بعض كويس. وبعد ما نقلبهم نضيف شطه لو بتحبوها. ونيجي لاهم مكون في الطبخه، اهم مكون حرفيا، جوزة الطيب. نقوم بشرين عليها شويه جوزة الطيب وبعدين نقلبهم مع بعض كويس. نقوم ضايفين نص كوبايه ميه وبعدين نقوم ضايفين عليهم فصين توم ونديهم تقليبه مع بعض وبعدين نسيبهم لغايه لما ياخدوا نص تسبيكه. وبعد ما يتسبكوا نقوم ضايفين عليهم عصير طماطم ونقلبهم مع بعض كويس. والحاجة اللي قبل الأخيرة نقوم ضايفين عليهم نص كوباية شوربة لغاية ما الشوربة تبقى أعلى من الخضار بشوية. وبعد ما نضيف الشوربة نديها تقليبة ونسيب المكونات ياخدوا غلوة مع بعضهم. وبعد ما ياخدوا غلوة نقوم نقلنهم في الطاجن بتاعنا. وبعد ما ننقلهم في الطاجن بتاعنا نقوم حاطين قطع اللحمة بتاعتنا من فوق وبعدين نقوم مدخلينه الفرن. وبعد ما يستوي يطلع معانا من الفرن بالعظمة دي. اوعوا بقى تنسوا ايه، تتابعوا كوتشي خطاب، لأن حرفيا اللي مش متابعني فايته كتير قوي في الدايت ومش في الدايت.